مساء الخير، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض البيتي فور. هنعمله بمكونات موجوده طبعا في كل بيت، وهنعمله بطريقه سهله وبسيطه جدا وباقل امكانيات. يلا نبتدي مع بعض. معانا مع بعض 6 كوبايات دقيق، ما يعادل كيلو. 1.5 كوباية سكر بودرة، 3 كوبايات سمنه او زبده. انا معايره بالكوب المعياري. معانا 3 بيضات كاملين، 3 صفار بيض، و3 فانيليا، وطبعا رشة ملح. انا عايزة اقول لكم انا جربت طرق كتيرة، بس حقيقي المعيار ده هيظبط معاكي جدا. انا طبعا حطيت رشة الملح على الدقيق. هنحط البيض كده على بعضه، وهننزل عليه بالفانيليا. بالشكل ده كده. نسيب الدقيق بتاعنا على جنب، وكمان البيض. اول حاجة هننزل بالسمنة. طبعا السمنة ما ينفعش تبقى سايحة، يعني حتى لو في الصيف والسمنة عندنا سايحة نحاول نحطها في التلاجة شوية. وهننزل عليها بالسكر البودرة. بصوا حبايبي، هي قاعدة الدقيق هنحط نصه سمنة، ونص السمنة هنحطها سكر. يعني 6 كوبايات دقيق، 3 كوبايات سمنة، 1.5 كوباية سكر. هنبتدي نضربهم مع بعض لحد ما يبقى القوام كريمي واللون يبتدي يفتح معانا. نشغل الاول بس على درجة قليلة عشان السكر ما يطيرش، وبعد كده نعلي بالشكل ده كده. وادي شكل القوام ابتدى يفتح معانا. احنا لسه مكملين ضرب. ننزل بس الجناب عشان ما الاقيش السكر والسمنه واقفين كده على الجناب مش مخلوطين كويس. ومكملين لحد ما القوام يبقى كريمي خالص. بعد ما القوام بقى كريمي ومفيش اي تكتلات سمنه او سكر، هنبتدي ننزل بالبيض. ننزل بالتدريج واحنا مشغلين المضرب. احنا طبعا حطينا الفانيليا على البيض. دلوقتي احنا خلصنا اول خطوة للبيتي فور، ودي خطوة مهمة جدا. يعني مادام معاكي مقادير مظبوطة وعملتي السمنة والسكر والبيض ضربتيهم كويس، تأكدي ان انتي هتطلعي وصفة ناجحة. انا طبعا متأكدة من المعيار. هبتدي افضي الخليط ده على الدقيق. طبعا لو حابة تعمليه بشوكولاتة هتشيلي معلقتين من الدقيق، وتحطي معلقتين كاكاو خام.
هنفضي الخليط مع بعض. نبتدي نقلبهم. نقلبهم لحد ما نلاقي العجينة متماسكة. ابتدي الم العجينة بايدي. انا طبعا مش هقعد اعجن كتير لحد بس اما الدقيق يختفي. خلي بالي وانا بلم العجينة ما اسيبش دقيق تحت، يعني اجيب من تحت كده عشان انا الدقيق كان في اخر الطبق. وادي شكل العجينة بعد ما لميتها خلاص مفيهاش دقيق خالص. بصوا العجينة بتبقى طرية وملمسها ناعم ومش مطلعة سمنة في ايدي. دي كده العجينة دي كده ناجحة. هنبتدي نشكلها مع بعض. عندك مكنة بيتي فور، عندك القمع بتاع الحلواني او الكيس الحلواني قصدي، او القمع ده. انا بحب اشتغل بالقمع ده بحيث شكل الوردة بيبقى شكلها شيك كده وحلو. هنبتدي نشكلها مع بعض. طبعا معانا الصينية مش مدهونة حاجة خالص. هنشغل الفرن على درجة حرارة 180. طبعا لو اول مرة تعملي بيتي فور هتجربي في حتتين كده، عشان خاطر طبعا لو السمنة كتيرة هنزود دقيق، لو الدقيق كتير هتزودي سمنة لحد ما العجينة تظبط معاكي. البيتي فور ما بيحتاجش درجة حرارة عالية عشان ما يتحرقش مننا، وما بياخدش وقت طويل في الفرن. وطبعا حجم البيتي فورية انت بتتحكمي فيه، عايزة تعمليها صغيرة هتنزلي عجينة قليلة، عايزة تعمليها كبيرة برضو براحتك. طبعا حاجة الحلويات العيد لما بيبقى حجمها صغير بتبقى احلى. بعد ما رصينا الصاج بتاعنا بالشكل ده كده هنبتدي ندخله الفرن على درجة حرارة 180 او اقل على حسب درجة حرارة الفرن بتاعتك. هو البيتي فور مش بيحتاج درجة حرارة عالية علشان ما يتحرقش. وادي شكل البيتي فور بعد ما استوى. شايفين لونه؟ بصوا طري ازاي، بصوا يعني حقيقي حلو جدا. كمان لو تاخدوا بالكم الرسمه ما باظتش، الشكل ما فرش، معنى كده ان المقادير مظبوطه جدا. يلا بقى نزينه مع بعض. معانا طبعا شوكولاته خام، نعملها بالشكل ده كده. معايا جوز هند بالشكل ده. انا مش بحب الزق اتنين في بعض، مش عايزاها تبقى حجمها كبير، فعشان كده هعمل كل واحدة لوحدها بالشكل ده. ومعايا طبعا مربى، هتختاري اي نوع مربى انتي بتحبيه. انا بفضل مربى الفراولة. ومعايا طبعا فرماسيل بالشكل ده كده. طبعا في اشكال كتيرة للتزيين، يعني ممكن نعمله في الشوكولاتة كده ونسيبه كده منحطش عليه حاجة خالص. طبعا يعني كل واحدة زي ما بتحب، ممكن سوداني مبشور، مكسرات، اي حاجة تخطر على بالك تزينيها بالشكل اللي انتي بتحبيه. طبعا التزيين ده حرية شخصية. هنزينه كله وارجع اوريهولكم. وادي شكل البيتي فور بعد ما خلصنا تزيين. يا رب الطريقه تكون عجبتكم، هستنى تجربوها وتقولوا لي رايكم في الكومنتات. لو الفيديو عجبكم اعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.
استنونا في فيديو جديد ووصفة جديدة. دمتم بخير.